السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا صباح ودي قناتي، واللي معايا ايه يشترك، اللي ما اشتركتوش اشتركوا. تعالوا نعمل حاجة حلوة للأولاد في الأجازة دي، ومناسبة الأجازة ومناسبة الحلوين اللي نجحوا في الثانوية العامة. هنعمل لكم منين كده أو قراقيش ايه، عشان ايه كوباية الشاي، أكلة نص الليل، أكلة المصايف من النادي. معانا كيلو دقيق، وحطيت 3 معالق سمسم، وحطيت 4 معالق سكر، وحطيت معلقة كبيرة مليانة ينسون وشمر وحطيت معلقة كبيرة بيكنج باودر، وحطيت معلقة ونص خميرة، وحطيت نص معلقة صغيرة ملح. وهنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها، نقلبها تقليبة كويسة وكل المكونات تتخلط بالدقيق. انا كل الكيلو الدقيق ده انا نخلاه، ودي كوباية زيت، بس يكون زيت حلو، ما يكونش زيت تموين، يعني يكون زيت عباد الشمس، دوار الشمس ده او زيت ذرة او عافية اللي موجود، المهم يكون زيت نظيف. ودي كوباية زبدة الا ربع داي وقتها، واستنيتها لما بردش، دافية بدرجة حرارة المطبخ. كده كوبايتين الا ربع. ممكن تعملي الاتنين زيت الا ربع زيت، او تعمليهم ميكس زي ما انا عملت كده زبدة، او ممكن تعمليها سمنة وزيت. هنبسها زي ما يكون بنبس الكحك كده، بس يعني يبقى زي الرملة المبلولة كده. ندخل الدقيق، ما يبقاش فيه دقيق خالص، يعني الدقيق يختفي، وكل الدقيق يتغلب بالمادة الدهنية. بنبسهم شوية على ايدينا كده حلوين. ودي كوباية مية دافية، انا حاطة كوبايتين مية دافية بدرجة تحط ايدك كده ما تتلسعيش فيها. كبيت الكوباية الاولانية ضد انا ضمنها، وبعجن مش بعجن، مش عجين، انا بنلم العجين لم. ودي الكوبايه التانية هاخد منها حبه حبه، هشوف هتاخد قد ايه، عشان ما الدقيق مش كل الدقيق هياخد الميه كلها، او كل الدقيق مش هياخدها كلها. يعني في دقيق ممكن ياخد الكوبايتين منك، وممكن ياخد زيادة شويه. انت خليكي في الامان، الكوبايه الاولانيه كبيها، والتانية خدي منها حبه حبه، هتلاقي نفسك محتاجه كوبي. هي ما تخافيش، هي لميها لم كده، هتلاقيها كلها بقت مية مية دلوقتي. اول ما تخلع من ايدك ومن الطبق خلاص هي كده اتلمت، لان ده عجين اصل المواد الدهنية بتاعته كتيرة، فهو محتاج مية حاجة بسيطة بس، بحيث انك تلميه بس، عشان هو مبسوس بس عامل زي الرملة، عايز شوية مية كده تلميهم بيها. تقول احط لبن، لا ما منصحكيش باللبن، اللبن هيخلي المنينة ناشفة، لكن المية بتخليها طرية وحلوة. وبعدين هو في مواد دهنية كتيرة، مش محتاج حاجة تانية. وبعدين ده يعني وصفة اقتصادية، عايزة تعمليها بزيت كلها اعمليها عادي، مفيش مشكلة، هتبقى حلوة برضو زي الفل. انا عاملة لك ميكس بحيث ان ايه تبقى الزيت هيديها قرمشة، والزبدة هتديها طراوة شوية وطعم. فاض ربع كوباية من الكوباية التانية، يعني كده الكيلو الدقيق خد كوبايتين الا ربع بالظبط. غطيتها وسبتها، ريحتها حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، عشان الجو حر كمان، مكملش ربع ساعة. وقسمتها نصين، قسمت العجينة نصين، وبفردها على ورق الزبدة. ورقة الزبدة دي انا قصيتها على قد الصينية اللي انا هسوي فيها، بحيث ان انا ايه تبقى ورقة الزبدة قد الصينية. وهنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه. احنا بنفردها على شكل مستطيل شوية، تاخدي من برا على جوه، من برا على جوه، ومن اليمين برضو من برا على جوه، من الشمال برضو من برا على جوه، بحيث انك تاخدي كل العجينة تبقى كلها سوا واحد. لما بتفرديها في كل ناحية، ما بتاخدهاش على ناحية واحدة، تلاقي ناحية تخينة وناحية تقيلة، تاخدي من برا على جوه. ورقة الزبدة تخلي الدنيا سهلة معاك، ممكن تلفيها زي ما انت عايزة وتظبطيها زي ما انت عايزة.
وانا صباح، ودي قناتي. وما تنسوش اللايك، ولا ما اشتركتوش اشتركوا. اشتركوا يا حبايبنا. عايزين دعمكم. مشاهداتكم قلت يا حبايب. وانا صباح، ودي قناتي. وأكلة حلوة، ويعني كوباية شاي بلبن، كوباية نسكافيه في ساعة العصرية. رايحة النادي تاخد لهم حبة في العلبة. رايحين الألعاب تعمل لهم كوباية شاي ياكلوها بيغمزوا بيها. هنا بس هشيل اللي هي الحاجات اللي هي مش مظبوطة، شلتها. وبالسكينة ممكن تقطعي بالقطاعة دي تحت البيتزا. ماشي الحال. ناخدها خطوط طولية، رايح جاي. المقاس اللي انت عايزاه، يعني ده حاجة اختيار، يعني مش ماهاش بالمسطرة. المقاس اللي انت عايزاه اعمليه حسب الحجم اللي يريحك. ولفيت الورقة على الناحية اللي هي العكس للتقطيع، وهقطعها تاني، فكده هتطلع معاك مربعات كلها. وبص الحاجات اللي هي مش مستوية انا شلتها بالقطاعة برضه، بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطة لحد ما. وجبت الصينية شديت الورقة كده على الصينية زي ما هي بعجينها. اه. ومسخنة الفرن من ساعة ما بدأت الشغل على درجة حرارة 180 200 على حسب درجة الفرن بتاعك. بس لازم يكون الفرن سخن. ويعني العجينة طلعت سرحة شوية، فدول واقفين شلتهم. علشان بس هيطلعوا متنين شوية، في حبة برضو طالعين بالحافة هتخليهم متنين كده. ودي النص التاني. انا حطيت الاولانية في الفرن، ودي النص التاني. برضو قص الورقة على قد الصينية. بس هنا الصينية التانية هتبقى أصغر شوية من التانية، فدي حتة العجينة دي كبيرة، فهشيل منها حتة على اللي طلع من التانية، وهنعمله برضو مع بعض، مفيش حاجة بتترمي عشان تبقوا عارفين يعني. اهي برضك ظبطتها طول وعرض ونفس المقاس ونفس الحجم. اي حجم هخليه يعني بتاع سنت كده، سنت الا ربع، بحيث ان ما تطلبش تخينة كده بس. وبرضو دي حاجة ترجعك، لو عايزاها تخينة شوية ممكن تخلي العجينة تخينة. وهنقطعها برضو بنفس الطريقة. متنسوش اللايك. متنسوش اللايك والاشتراك. هنلف برضو الورقة عكس التقطيعة، بحيث ان احنا نعملها برضو مكعبات زي الاولانية، مربعات صغيرة كده، بحيث ان تبقى الواحدة لقمة كده تحطها بوك على طول. برضه هحطها بنفس الطريقة اهو، نفس الطريقة في البتاع، بس يتهز شوية فوسعت. وهنا بعد ما طلعت من الفرن خدت حوالي تلت ساعة 22 دقيقة كده، مش كتير يعني، ما طولتش، لأن الفرن حامي. دول الصينيتين، وهجيب لكم التالتة اللي هي بتاعت البواقي. هوريها لكم دلوقتي اهي. وطالعة صغيرة، وحاجات جت تقطعتها صغيرة، وحاجات صغيرة كده. وكل اللي يعملها بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. دي هدية مني اللي طلبت الثانوية العامة، اللي نجحوا الحلوين حبايبنا، واللي ما نجحوش ربنا ينجحهم إن شاء الله السنة الجاية ويطول في عمرهم وما يزعلوش. ربنا شايل لهم حاجة حلوة أحسن من كده برضه إن شاء الله يعني. وما لا لزقت ولا حاجة، ولا كنتش دهنة بتاعنا السمنة اللي في العجينة نفسها، هي اللي ما لزقتش كده، هي ما دهنتش الورقة ولا دهنت حاجة. ولو حطيتها على الصينية من غير ورقة برضو عادي،
بس عشان انا فرطها على على ورقة الزبدة قد الصينية، فخبزتها فيها على طول. وصفة سهلة والله، وطلع قطعت حلوة يعني، رمت حبة حلوين يعني، مش قليلين، كمية حلوة يعني، كمية كبيرة. وهني ظبطتهم معاكم في الصينية، والصغيرين حطيتهم في صينية لوحدهم. وعملت شاي بنعناع. عايزة تعملي شاي بلبن اعملي، عايزة تعملي نسكافيه اعملي اللي يعجبك، مع كوباية الشاي كده يعني، بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. انا ما هنا بقول لكم شاي بنعناع، ما عنديش شاي نعناع اخضر فحطيت نعناع ناشف. ولو انتوا زيه كده بتحبوا تسقطوا في في كوبايه الشاي اهو، كسرت واحده معاكم، بص قلبها عامل ازاي من جوه، وهي ساده مش محشيه. اه